بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم لكل محبي ومتابعي المنتخب الجزائري. التشكيلة الأساسية المحتملة للخضر ضد بوتسوانا. مفاجآت وتحديات كبيرة. يستعد محاربو الصحراء لموقعة حاسمة أمام منتخب بوتسوانا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يواجه تحديات كبيرة بسبب الغيابات المؤثرة، خاصة في وسط الميدان، ما يجبره على اتخاذ قرارات جريئة في اختيار التشكيلة الأساسية. خطة بيتكوفيتش: 4-2-3-1. رغم الغيابات، من المتوقع أن يعتمد المدرب على طريقة 4-2-3-1 لضمان التوازن بين الدفاع والهجوم، مع بعض المفاجآت في الأسماء الأساسية. حراسة المرمى: أنطوني ماندريا، المرشح الأول لحماية العارين، لكن في رأيي الشخصي أرى أن أليكسيس غاندوز هو الأجدر، نظراً لأدائه القوي واستمراريته مع ناديه. خط الدفاع: الجهة اليمنى يوسف عطال، الجهة اليسرى يانيس حجام، خاصة مع إصابة ريان أيت نوري وعدم إمكانية المجازفة به. قلب الدفاع اليسار: رامي بن سبعيني. قلب الدفاع اليمين: عيسى ماندي. رغم تراجع مستواه وتقدمه في السن، إلا أن بيتكوفيتش سيعتمد عليه نظراً لخبرته. رأيي الشخصي: أفضل صهيب نايير في هذا المركز، فهذه فرصة ذهبية له للتألق والتأقلم مع أجواء المباريات الإفريقية. وسط الميدان: أزمة الغيابات. في ظل غياب إسماعيل بن ناصر، سيكون الاختيار صعباً. الثنائي الأساسي: هشام بوداوي، آدم زرقان في الاسترجاع. البديل المحتمل: أحمد قندوسي قد يدخل بديلاً لآدم زرقان حسب مجريات اللقاء. خط الهجوم الثلاثي: الجهة اليمنى رياض محرز، الخيار الأول لبيتكوفيتش. الجهة اليسرى سعيد بن رحمة، لكنني شخصياً أرى أن يوسف بلايلي هو الأنسب لهذا المركز، نظراً لخبرته الإفريقية الكبيرة، حيث لعب لسنوات مع الترجي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا، ما يجعله أكثر دراية بأجواء الملاعب الإفريقية وظروف المباريات الصعبة. صانع اللعب: محمد أمين عمورة، لكن بيتكوفيتش قد يفضل اللعب بمن يعرفهم أكثر. رأس الحربة: أمين غويري، المهاجم الأساسي الذي سيقود الخط الأمامي للخضر. التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري ضد بوتسوانا: 4-2-3-1. هذه التشكيلة حسب تفكير المدرب بينكوفيتش. حراسة المرمى: أنتوني ماندريا. خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، ياسين حجام. خط الوسط: هشام بوداوي، آدم زرقان. خط الوسط الهجومي: رياض محرز، محمد أمين عمورة، يوسف بلايلي. رأس الحربة: أمين غويري. البدلاء المتوقعون: سعيد بن رحمة، بديل محتمل لبلايلي. ياسين بن زية، قد يكون البديل المناسب لعمورة. قندوسي، خيار لتعزيز وسط الميدان في الشوط الثاني. الخلاصة: رغم التحديات، يمتلك المنتخب الجزائري أسلحة هجومية قوية قادرة على صنع الفارق، لكن الدفاع يحتاج إلى صلابة أكبر. المدرب بيتكوفيتش قد يلعب بأمان مع الاعتماد على العناصر التي يعرفها، بينما أرى شخصياً أن الدفع ببعض الأسماء الجديدة مثل صهيب نايير قد يكون قراراً مثالياً. إذا وصلت إلى هنا، فهذا يعني أن المحتوى نال إعجابك. فضلاً وليس أمراً، ادعمنا بزر الإعجاب، واشترك في القناة، وكن جزءاً من عائلتنا. ولا تنسى مشاركة الفيديو مع كل عشاق الرياضة والمنتخب الوطني. كما ندعو بالشفاء لكل مريض، وبالتوفيق والسعادة لكل من مر من هنا، له ولأهله وأبنائه، وأن يسهل الله طريقه في حياته اليومية. والآن لنواصل الفيديو. ما رأيكم في هذه التشكيلة؟ هل تتفقون مع اختيارات المدرب أم لديكم مقترحات مختلفة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.